بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. نحييكم وأجمل تحية ونرحب بكم من خلال الجولة 24 لدوري نجوم العراق لموسم 2024-2025، ولقاء يجمع ما بين فريقي نادي القاسم صاحب الترتيب التاسع في جدول الترتيب وضيفه فريق الحدود صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب دوري نجوم العراق. مباراة مهمة للحدود من أجل الابتعاد من المركز الأخير، بينما فريق القاسم يحاول أن يعزز مركزه في جدول الترتيب ويتقدم إلى مركز جديد في حال انتصار في هذا اللقاء. مباراة مهمة تجمع فريقي نادي القاسم بضيفه فريق الحدود على ملعب النجف الدولي اللي يضيف هذا اللقاء، الملعب الافتراضي لنادي القاسم اللي يعتبر هو الفريق الرحال في دوري نجوم العراق، لأن مبارياته دائما تلعب خارج الحدود الجغرافية لمحافظة بابل، لذلك يلعب في عدة ملاعب، في الملاعب اللي تكون افتراضية لفريق نادي القاسم من خلال تواجده في دوري نجوم العراق. بانتظار الصافرة من حكم المباراة الدولي سالم عامر، هو اللي يقود هذا اللقاء بمساعدة المساعد الأول شاكر خالد كمساعد أول، كرار خالد مساعد ثاني، مهند مناف حكم رابع لمباراة اليوم، وفي غرفة الفار يتواجد يوسف سعيد الحكم الدولي وياسر هاشم أرويو. إذن على بركة الله حكم اللقاء الدولي سالم عامر يعلن عن بداية المباراة لصالح نادي القاسم اللي يلعب من اليمين لليسار بألوانه البيضاء الموشحة بالأزرق، بينما على اليسار يلعب فريق الحدود بألوانه الصفراء الموشحة بالأسود. مباراة مهمة، مباراة تعتبر هي في غاية الأهمية للمدرب الواضح أمامنا العقيد السوري مدرب نادي القاسم أيمن الحكيم، بينما على الجانب الآخر ثائر جسام مدرب فريق الحدود اللي يحاول أن يبقي فريق الحدود في صراع ودوامة الصراع في المراكز الأخيرة، وممكن أن ينتشر الفريق وبقاء لموسم قادم، لكن الحدود يعاني كثيرا خلال هذا الموسم من خلال النتائج اللي لم تلبي طموحات إدارة فريق الحدود ولاعبي الحدود والكادر التدريبي لفريق الحدود، الفريق اللي يعاني وبشكل كبير من خلال هذا الموسم وهو يقع في المركز الأخير. نذكر بتشكيل الفريقين وخيارات مدربي الفريقين، ونبدأ من الفريق الضيف الحدود اللي يلعب بصقر عجين لحراسة المرمى، للدفاع يلعب بعلي حسن، ستيوار مينا اللاعب الكولومبي، حسين ضياء، سيف حاتم وسيف كريم، بالإضافة إلى اللاعب علي حسن يلعب بخمسة كقلوب دفاع كمدافعين في هذا اللقاء، حسين جبار، محمد فاروق اللاعب الغاني، مرتضى جمال لخط الوسط، ودينيس أنتوي وأحمد السروري اللاعب اليمني في خط الهجوم بالنسبة لفريق نادي الحدود. هذا دينيس أنتوي اللاعب اللي عنده هدفين خلال هذا الموسم، اللاعب الغاني سبق وأن مثل نادي النفط والطلبة لأن يتواجد مع فريق الحدود. دينيس أنتوي عنده هدفين على الميناء وعلى الكهرباء، مهاجم فريق نادي الحدود، بينما خيارات أيمن الحكيم مدرب نادي القاسم يلعب بعلي خالد لحراسة المرمى، كرار علي كرار فالح ومؤمن راشد وحسين محسن لخط الدفاع، للوسط مجتبى محسن إليسو اللاعب الإيفواري، أحمد نور والحارث حاتم، ولخط الهجوم يلعب بسيف رشيد وكريم أبو بكر اللاعب الغاني. هذه تشكيلة نادي القاسم خلال هذا اللقاء.
مباراة مهمة. نذكر بمباراة الإياب الذهاب عذرا انتهت لصالح نادي القاسم ب4 أهداف مقابل هدفين لفريق الحدود. لذلك الحدود يحاول التعويض وأيضا لرد الدين لفريق القاسم من خلال هذه المباراة والانتصار والابتعاد من المركز الأخير، ويضع دياله في المركز الأخير في حال تحقيق الانتصار على حساب نادي القاسم في هذا اللقاء. كرة قريبة الخط الجانبي، جمهور حاضر، جمهور متواجد، جمهور مؤازر لأسود صورة فريق نادي القاسم من خلال هذا اللقاء. هذا دينيس أنتوي، ركلة مرمى لصالح نادي القاسم. علي خالد حارس المرمى لنادي القاسم، علي على التنفيذ لركلة المرمى. نتمنى أن نشاهد مباراة ممتعة، مباراة جميلة. هذا كريم بوبكار اللاعب الغاني، لاعب نادي القاسم بوبكار. كرة عالية للأمام لمصلحة نادي القاسم، عادت من جديد عن طريق الوسط. محمد فاروق يعيدها أقرب لعلي خالد، عملية الإبعاد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لمصلحة فريق الحدود. هذا هو علي خالد حارس المرمى لنادي القاسم. تنفذ الرمية الجانبية قريبة، الحارس حاتم الهداف مع سيف رشيد ب9 أهداف لكل لاعب. والآن يعتلي صدارة الهدافين مهند علي ميمي مهاجم الشرطة بعد تسجيل الهاتريك في مرمى النفط ميسان في المباراة اللي سبقت هذا اللقاء بفوز كبير لصالح نادي الشرطة، ويقترب من الصدارة الشرطة. وزاخو أيضا قبل هذه المباراة انتصر على نادي النفط بهدفين مقابل هدف واحد، وبذلك فريق نادي زاخو يتمسك بالصدارة ويضع فريق نادي الزوراء بالمركز الثاني. ميمي 19 هدف وصل لرصيده من الأهداف، يتفوق على غوستافو هنريك لاعب ومهاجم نادي زاخو اللي عنده 16 هدف. الآن ميمي 19 هدف بفارق 3 أهداف عن غوستافو. رمية جانبية، هذا مجتبى محسن لاعب جهة اليمين لمصلحة فريق نادي القاسم، عائدة عن طريق الجانب الأيمن حسين محسن مدافع اليمين، تنقل الأمام لفريق نادي القاسم قريبا لمنطقة جزاء الحدود. الحدود يحاول أن يضع حد لسلسلة النتائج الغير جيدة طبعا من خلال الخسارات اللي تلقاها، وأكثر فريق خلال هذا الموسم تعرض للخسارة فريق نادي الحدود، 18 خسارة خلال هذا الموسم، وهي نسبة عالية جدا من خلال النتائج السلبية لفريق الحدود اللي يحاول أن يهاجم على مرمى نادي القاسم للوصول إلى هدف مبكر من خلال هذا اللقاء. كرة النقل لأمام، البحث عن سيف رشيد، لاعب ممتاز، لاعب جيد سيف رشيد، من أمامه تبعد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية. هذا حسين ضياء، رمية جانبية لصالح نادي القاسم من الجهة القريبة. مؤمل، رمية جانبية، كرار علي لاعب جهة اليسار. هذا حسين ضياء قلب الدفاع لفريق نادي الحدود. لاحظ الصراع ما بين مجتبى محسن وأيضا اللاعب سيف كريم مدافع اليسار لنادي الحدود. رمية جانبية لصالح الحدود، رمية جانبية للحدود. صراع كبير ما بين الأندية. كرة النقل الأمام، أحمد نور، عملية تغيير هناك على الطرف الأيمن. نادي القاسم أسود صورة على حساب الحدود، محاولة داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع يتصدى، المحاولة تستمر. فريق الحدود يحاول أن يهاجم هو الآخر والاعتماد على هجمات المرتدة، لكن فريق نادي القاسم هو الآخر يحاول الاستفادة من ميزتي الأرض والجمهور في هذا اللقاء. وفريق نادي القاسم اللي تحدثنا عنه هو الفريق الرحال في دورنا اللي يتنقل في مختلف الملاعب على مستوى محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب، من الغرب إلى الشرق. لذلك فريق نادي القاسم دائما ما يتواجد في الملاعب المختلفة، سواء كان المباراة لصالحه أو لغير صالحه خارج ملعبه. لذلك هو دائما ما يلعب على الملاعب الأخرى في حال أن المباريات تقام على ملاعب الافتراضية. كرة النقل الوسط، عادت لحارس المرمى صقر عجيل. 11 مباراة في ملعب نادي القاسم، طبعا 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر في 2. أكثر المباريات اللي لعبها نادي القاسم على ملعب الكوت، وهو وجه السعد ملعب الكوت على فريق نادي القاسم.
فاز على نفط البصرة وكربلاء وأربيل، وتعادل مع الميناء والنفط، أي أن فريق نادي القاسم ملعب الافتراضي اللي كان ملعب الكوت فاز في 3 وتعادل في 2. عنده مبارتين في كربلاء أيضا كانت الملاعب الافتراضية، فاز على زوراء وتعادل مع الطلبة، ومباراة وحيدة في ملعب الفيحاء فاز على ادهوك، وفي ملعب النجف لعب مبارتين قبل هذه المباراة. طبعا ليس بالحسن بالنسبة لفريق نادي القاسم على ملعب النجف، هذه محاولة قريبة لمنطقة جزاء الحدود، خسر من نفط ميسان وخسر من نادي النجف. هذه المباراة الثالثة لنادي القاسم على ملعب النجف الملعب الافتراضي، خسر في مباراتين واليوم يقابل الحدود. كرة من جهة اليمين الحدود يحاول الضغط على مرمى نادي القاسم للوصول إلى هدف، لكن الإبعاد عن طريق المدافع كرار علي. كرار علي من جديد مدافع اليسار، عملية تغيير اللعب والبحث عن سيف، كرة النقل للأمام والبحث عن كريم أبو بكار، أقرب للدفاعات لفريق نادي الحدود. استوار مينا جهة اليسار الحدود، عائدة من كرار فالح لحارس المرمى، مثل عدة أندية كرار فالح منها الصناعة وأربيل. حسين محسن يحاول التقدم، حسين محسن تعودنا على حسين محسن يلعب كمدافع يمين، لكن اليوم يضع المدرب أيمن الحكيم كقلب دفاع ويضع مجتبى محسن على جهة اليمين. كرة النقل الأمام نادي القاسم، لحد الآن التهديد الحقيقي على مرمى الفريقين غير حاضر في هذا اللقاء لغاية الآن ما بين فريقي نادي القاسم ونادي الحدود. كرة أمامية سيف قريب من الحارث حاتم، سيف رشيد يحاول المرور، سيف عملية تغيير مجتبى عن طريق الجانب الأيمن لفريق نادي القاسم، يحاول مجتبى لكن سيف أقرب. كريم دافع اليسار الحدود يؤمن على الكرة، عادة للوسط، هذا محمد فاروق الغاني حاول يلقي الكرة الأمام. محمد فاروق عنده هدفين على الميناء وعلى نفط البصرة. محمد فاروق لاعب الوسط لفريق نادي الحدود، كرة النقل الأمام، بحث عن هدف من خلال البداية لهذا اللقاء. بالنسبة لنادي القاسم يريد أن يؤمن عن نقاط المباراة، يذهب مباشرة إلى المركز السادس بدلا من نادي دهوك اللي أسعد كل الجماهير العراقية بانتقاله إلى المباراة النهائية لبطولة الأندية الخليجية على حساب نادي الاتفاق السعودي، وسيقابل نادي القادسية الكويتي في الشهر القادم يوم 5 سيقابل نادي القادسية الكويتي في نهائي الأندية الخليجية. مبارك لنادي دهوك ولإدارة نادي دهوك ولجماهير دهوك وأيضا لكل الجماهير العراقية، على اعتبار أن دهوك هو ممثل الوطن، ممثل العراق في هذه البطولة، في أول مشاركة للأندية العراقية في هذه البطولة دهوك يصل إلينا. ركنية على القائم الأيسر لمرمى فريق الحدود، يحاول أن يهاجم بقوة نادي القاسم على مرمى الحدود للوصول إلى هدف. المحاولة تستمر عن طريق الوسط، عادة الحارث داخل منطقة الجزاء الحارث حاتم، صراع ما بين مدافعي الحدود ومهاجمي نادي القاسم، يحاول من خلال المرتدات، هذا محمد فاروق يحاول لف الدوران، محمد فاروق الغاني والبحث عن الغاني الآخر المهاجم دينيس أنتوي، مهاجم فريق نادي الحدود، هذا هو دينيس أنتوي. هل هو متسلل دينيس؟ يحاول أن يمر دينيس أنتوي داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى أقرب، علي خالد حارس المرمى لنادي القاسم أعتقد كان متسلل، أعتقد دينيس أنتوي كان متسلل. مهاجم الحدود هذا كرار فالح موسى. لاحظ هنا الإعادة، التسديدة اللي كانت من دينيس أنتوي صدت من مدافعي نادي القاسم، لكن بعدها جاءت الراية من المساعد الأول شاكر خالد تشير إلى وجود حالة تسلل على الغاني دينيس أنتوي لاعب النفط والطلبة السابق. كرة عالية من حسين محسن لنادي القاسم، تعود من جديد للحدود، يبحث عن انتصار الخامس نادي الحدود. الحدود فاز في 4 وتعادل في 1 وخسر في 18 مباراة. فريق الحدود 13 نقطة، صاحب المركز الأخير. محاولة الهجوم الآن، بينما نادي القاسم
يدخل إلى المباراة ب 32 نقطة، فاز في 8 وتعادل في 8 وخسر في 6 مباريات. كرة تبعد إلى خارج الملعب. فريقين قادمين من خسارة، نادي القاسم أمام النجف على هذا الملعب بنتيجة 2-1، بينما فريق نادي الحدود هو الآخر قادم من خسارة أمام نادي القرمة بخسارة ثقيلة بنتيجة 3-0. ركنية لصالح نادي الحدود، ركنية للحدود. أحمد السروري سبق وأن مثل القوة الجوية، هو قادم من النفط داخل منطقة الجزاء لمصلحة فريق نادي الحدود. لاعب اليمني أحمد السروري، هذا هو اليمني أحمد السروري، عنده هدف على نادي الزوراء. أحمد السروري المباراة اللي فاز فيها نادي القاسم على الزوراء من النتائج الجيدة طبعا لفريق نادي القاسم، هو فاز على القوة الجوية وعلى الزوراء وتعادل مع الشرطة ومع الطلب، الأربعة الكبار في دورينا الأندية البغدادية والفرق الجماهيرية. لكن في الإياب أو في بطولة الكأس والإياب خسر من القوة الجوية. كرة تمر إلى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح نادي القاسم. كريم أبو بكار اللاعب الغاني يحصل على رمية جانبية فريق نادي القاسم، إن شاء الله بالسلامة لكل اللاعبين. تاريخيا 7 مواجهات جمعت الفريقين، لم يتمكن الحدود من المواجهات السبعة لتحقيق أي انتصار على فريق نادي الحدود لم يحقق أي انتصار على نادي القاسم. 7 مواجهات، 3 منها انتهت لنادي القاسم و4 انتهت بنتيجة تعادل. أول مواجهة ما بين الفريقين كانت في موسم 2021، فاز نادي القاسم بهدفين للا شيء، سراج الدين صباح وأثير صالح من سجلوا أهداف فريق نادي القاسم في مرمى الحدود. وآخر مباراة الذهاب اللي انتهت ب4 أهداف لهدفين لفريق نادي الحدود. كرة من جهة اليسار داخل منطقة الجزاء خطيرة للنادي القاسم، المحاولة تستمر وهدف أول. جول سيف رشيد يطلق العنان من خلال هذا اللقاء ولمدرجات ملعب النجف لجماهير نادي القاسم. إذا سيف رشيد يزور شباك الحدود بهدف أول ويرفع رصيده إلى 10 أهداف، هو الهداف لنادي القاسم الآن على حساب الحارث حاتم بعدما يتساوى بنفس الرصيد من الأهداف مع الحارث. الآن سيف رشيد يضع أول أهداف المباراة لنادي القاسم في مرمى الحدود. لاحظ المتابعة من داخل منطقة ال6 ياردات، لاحظ الكرة من جهة اليسار، المحاولة مرت من الجميع والتسديد هناك عن طريق مجتبى، يكملها سيف رشيد في المرمى ليعلن فريق نادي القاسم عن التقدم على حساب الحدود بهدف لا شيء. إذا سيف رشيد يسجل أول أهداف المباراة. سيف رشيد المهاجم والهداف لنادي القاسم يضع هدف أول لنادي القاسم في مرمى الحدود. لاحظ فرحة سيف رشيد، هدف أول الدقيقة 15. فريق نادي القاسم يعلن عن افتتاح التسجيل في هذا اللقاء على حساب الحدود. 1-0 النتيجة الآن. هل يعمق جراحات فريق الحدود نادي القاسم؟ هل تستمر سلسلة الهزائم لفريق الحدود خلال هذا الموسم، وهذه الهزائم تقلل من حظوظ فريق الحدود للبقاء للموسم القادم؟ يمر بظروف صعبة رغم تغيير في الكادر التدريبي، تغيير بالنسبة للأسماء بالنسبة للاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، لكن لم يتغير الحال بالنسبة لفريق نادي الحدود رغم التغييرات اللي أجراها على مستوى الكادر التدريبي بعد القيادة عن طريق حيدر عبد الأمير في بداية المشوار للحدود، ومن ثم أنيقت المهمة للمدرب ثائر جسام، المدرب اللي يمتلك الخبرة في دورنا وهو صاحب لقب في الدوري العراقي مع نادي الشرطة في موسم 2012-2013. لذلك ثائر جسام اللي يحاول بكل الطرق أن ينتشل فريق الحدود من الوضع الغير جيد ويبعده من مراكز الخطر، لكن تستمر العقدة لفريق الحدود والنتائج السلبية، وبالتالي الآن فريق نادي القاسم يعلن عن افتتاح التسجيل في هذا اللقاء على حساب الحدود. هذا دينيس أنتوي. 1-0 النتيجة الآن. أصحاب الأرض والجمهور، فريق نادي القاسم يعلن عن افتتاح التسجيل.
19 نقطة في ملعبه، يعني نادي القاسم على ملعبه جيد، لكن أي ملعب، وعلى ملعب الكوت لعب، وعلى ملعب كربلاء لعب، وعلى ملعب الفيحاء لعب. مباريات اللي تقام على ملعب الافتراضية طبعا، 5 في ملعب الكوت، و2 في ملعب النجف، 1 في ملعب الفيحاء، 2 في ملعب كربلاء. هذه المرة أيضا في ملعب النجف يتواجد فريق نادي القاسم. أيمن الحكيم، قيادة ممتازة لهذا المدرب السوري مع فريق نادي القاسم للموسم الثاني على التوالي. أيمن الحكيم بنتائج ممتازة، بنتائج ممتازة لأيمن الحكيم مع فريق نادي القاسم. من حيث أنه دائما يلعب بعيد عن بابل، الأمور المادية يعاني، لكن عنده جمهور محب، عنده جمهور عاشق، عنده جمهور دائما يكون مؤازر ويدعم الفريق بكل قوة، جماهير فريق نادي القاسم. كرة النقل للوسط، هنا حكم اللقاء الدولي سالم عامر يشير إلى وجود خطأ، ركلة حرة لصالح نادي الحدود، ركلة حرة للحدود. غيابات أيضا يعاني من خلال فريق الحدود من خلال المباريات الأخيرة، وهذه المباراة يضاف إلى اللاعبين المصابين مع فريق الحدود هو اللاعب أحمد فاضل اللاعب الخبرة، وعدة مباريات غاب عن فريق الحدود أحمد عبد الرضا، أرنولد، ومهيمن سليم، يعني هذه الأسماء غائبة منذ فترة، ويضاف لهم اللاعب أحمد فاضل. هذه محاولة للحدود، يحاول أن يعدل ومرت إلى الخارج، مرت إلى الخارج، محاولة كان ممكن فريق الحدود يعدل، لكن مرت إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لم تستغل. محاولة حسين جبار، هو شقيق لاعب الزوراء ميثم جبار، حسين جبار. ولدينا حسين جبار أيضا مع فريق القوة الجوية اللي نتمنى له العودة، والإصابة اللي أبعدته كثيرا عن فريق القوة الجوية حسين جبار، لكن لدينا حسين جبار الحدود هو شقيق ميثم جبار لاعب الزوراء. لاحظ هنا الإعادة اللي لم يتمكن من خلالها حارس المرمى علي خالد، ولم يستغلها حسين جبار، ومرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى لصالح نادي القاسم في هذه اللحظة. كرة عالية الأمام، عملية الإبعاد محمد فاروق ومينا لاعب الكولومبي، استوار مينا جهة اليسار لسيف الحدود، هناك لاعب يشكو من إصابة، بعاد بكل روح رياضية إلى خارج أرضية الملعب لمعاينة ومشاهدة لاعب فريق نادي القاسم اللي يشكو من إصابة. إن شاء الله بالسلامة لكل اللاعبين. هذا مشتبه محسن هو اللي صنع الهدف لسيف رشيد لاعب ومهاجم نادي القاسم. لاحظ هنا الإعادة واللقطة الماضية، كرة منقولة عن طريق الجانب الأيسر الحدود، عادة محمد فاروق الغاني، عودة للدفاعات حسين ضياء، مر إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ هنا الإعادة واللقطة الماضية والصراع اللي كان في منتصف الملعب ما بين لاعبين الحدود ونادي القاسم. هذا محمد فاروق يحاول أن يمر ويبحث عن المساندة. محمد فاروق لا زال يواصل الهجمة. محمد فاروق هناك خطأ، حكم المباراة يشير إلى وجود ركلة حرة لمصلحة فريق
الحدود عن طريق الوسط. لاحظ هنا الإعادة، ركلة حرة، تنفذ الركلة الحرة قريبة الخط الجانبي، مرت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب برمية جانبية لصالح نادي القاسم. رمية جانبية لنادي القاسم. هذا سيف كريم. رمية جانبية لنادي القاسم. عادة الوسط، مرتضى جمال. مرتضى جمال. عملية تغيير اللعب بعيدة عن لاعبي فريق نادي الحدود. عادة الوسط أقرب لحسين جبار اللي أضاع الفرصة قبل قليل لفريق نادي الحدود. الحدود حسين ضياء. عودة إلى علي حسن. علي حسن قلب الدفاع إلى محمد فاروق لكن بعيدة عن دينيس أنتوي، وأقرب لحارس المرمى علي خالد. حارس المرمى لنادي القاسم. هذا هو سيف رشيد. على فكرة سيف رشيد عنده لقب للدوري العراقي مع القوة الجوية موسم 2021. سيف رشيد هو لعب للديوانية والقوة الجوية ونوروز وأمانة بغداد، الآن يتواجد مع نادي القاسم، وهذا واحد من نجوم دورينا خلال هذا الموسم. هذا الحارس حاتم لاعب وكابتن فريق نادي القاسم، 9 أهداف للحارس، مستويات أكثر من رائعة. هذا سيف بلمسة جميلة للحارس. الثنائي المميز مع نادي القاسم الحارث وسيف رشيد. عملية الهجوم مجتبى محسن لكن ضاعت على مجتبى. المرتدة الآن لفريق الحدود، ممكن يصنع من خلال كرات المرتدة فريق الحدود الفارق ويعود لأجواء المباراة يعدل النتيجة. وهذا حسين محسن وعملية الإبعاد. وبكار حارث عملية تمرير هناك على الطرف الأيمن لكن تغطية من علي حسن. محمد فاروق لنادي الحدود. مرتضى يحاول التقدم. مرتضى جمال مر بهذه الطريقة بشكل جميل، وجمال جميل في هذه اللحظات باللقطة الماضية. هذا حسين جبار ممكن يمرر عن طريق الجانب الأيمن. تستمر المحاولة أقرب لأحمد داخل منطقة الجزاء، خطيرة وهدف التعادل. جول للحدود دينيس أنتوي. يبدو لي هناك راية دينيس أنتوي، يبدو لي هناك راية ودينيس أنتوي. دينيس أنتوي يسجل بتمريرة من سيف حاتم لدينيس أنتوي. هل كان متسلل دينيس أنتوي؟ لاحظ الإعادة. يبدو لي الراية على سيف، يبدو لي الراية على سيف حاتم، يبدو لي الراية على سيف حاتم. وهدف أعتقد سيلغى بداعي التسلل لصالح الحدود بعدما وصل دينيس أنتوي إلى هدف التعادل، لكن الراية جاءت من المساعد الأول شاكر خالد اللي أعلنت عن وجود حالة تسلل، واعتقد حالة تسلل على سيف حاتم وليس على دينيس أنتوي. سيف حاتم هو اللي كان متسلل في اللقطة الماضية. إذن يلغى الهدف وتبقى نتيجة المباراة تقدم نادي القاسم في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب سيف رشيد مهاجم فريق القاسم. دينيس أنتوي عائد للدفاعات للحدود. هذا سيف يحاول أن يمر سيف حاتم، يتقدم للأمام سيف، عيد للخلف سيف حاتم للوسط إلى حسين ضياء. كرة يتناقلها لاعبي فريق الحدود. أقرب لي علي حسن، كان استوار مينا يطلب الكرة. سيف من جديد، سيف جهة اليمين تعمل بشكل جيد بالنسبة لفريق الحدود، لكن المساندة غير موجودة من قبل لاعبي خط الوسط. فعالية الهجومية غائبة تماما للاعبي فريق الحدود أمام مرمى فريق نادي القاسم، عدا الهدف الملغى عن طريق دينيس أنتوي. محاولة والأخطاء الدفاعية قد تكلف فريق الحدود الكثير من خلال هذا اللقاء. هذا صقر عجيب حارس المرمى لفريق نادي الحدود. كرة عادت إلى سيف، يعيدها لمحمد فاروق. سيف كريم، محمد فاروق، مرتضى يطلب الكرة، لاعب الوسط مرتضى جمال. كرة لا زالت بحوزة لاعبي فريق نادي الحدود. تغيير اللعب لجهة اليسار سيف كريم. بدأ ينشط فريق الحدود في هذه الدقائق، في هذه اللحظات بدأ تدوير الكرة عبر الأطراف، يحاول تفعيل الأطراف بشكل جيد للوصول إلى نتيجة ممكن ترضي طموحات المدرب ثائر جسام وفريق الحدود من خلال هذا اللقاء.
بوبكار كريم الغاني ينطلق بسرعة. كريم بوبكار حاول نقل الكرة للأمام، البحث عن سيف رشيد لكن بعيد عن سيف وأقرب لحارس مرمى فريق الحدود صقر عجيل. هذا هو سيف رشيد. عملية التغيير استيوار مينا، محمد فاروق من الكولومبي إلى الغاني. محمد فاروق كرة الوسط لمصلحة فريق الحدود، يحاول حدود يعود من خلال هذه اللحظات إلى نتيجة المباراة، يحاول أن يعدل قبل النهاية للشوط الأول، لم نصل إلى نصف ساعة لغاية الآن. كرة وعملية الإبعاد، هناك المدافع استيوار مينا. عملية التغيير أقرب للحارث حاتم، من أمام الحارث تبعد. كرار علي للحارث من جديد لكن سيف حاتم يتدخل بشكل ممتاز، لاعب جهة اليمين لمصلحة فريق الحدود. محمد فاروق حاول يغير اللعب لجهة اليسار. الغاني. فريق الحدود أفضل في هذه اللحظات في هذه الدقائق على حساب نادي القاسم. عملية الإبعاد من كرار علي. حارث حاكم المباراة يشير للاستمرار. حسين جبار إلى دينيس أنتوي حاول عملية التغيير. حسين جبار عيد لحسين ضياء. عملية التمرير وهناك تدخل وخطأ وركلة حرة لصالح نادي الحدود. ركلة حرة للحدود مع توجيهات ثائر جسام. دولي سالم عامر الواضح امامنا في الصوره يقود هذا اللقاء. هذا كرار علي المدافع لفريق نادي القاسم، وهذا كرار فالح موسى والده ايضا كان واحد من نجوم دورينا، امين سر اداره نادي الصناعه اللي كان منجم لتخريج اللاعبين نادي الصناعه، لكن الان الصناعه يلعب في الدوري الممتاز العراقي بعيد عن الاضواء فريق الصناعه. ركلة حرة لصالح نادي الحدود، تنفذ الركلة الحرة داخل منطقة الجزاء. حسين محسن الحارث المتراجع مع الدفاعات لفريق نادي القاسم. حارث حاتم عملية تمرير الأمام، متراجعين لاعبين نادي القاسم. عملية الهجوم الآن كريم بوبكار يحاول أن يمر. كريم بوبكار ضغط على الغاني بوبكار وتبعد إلى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح نادي القاسم ويبدو لي الراية تشير لصالح نادي الحدود. الرمية الجانبية تشير لصالح نادي الحدود. هذا هو الغاني كريم بوبكار. هذه الإعادة وكان يطالب من خلال لاعبي نادي القاسم بوجود لمسة يد على حسين جبار. هذا الحارث يحاول أن ينطلق عن طريق الجانب الأيسر. الحارث من أمام تبعد الحارث حاتم، تعود لمصلحة فريق الحدود. الحدود لحد الآن لم يجتاز الحدود ولم يعبر الحدود. فريق الحدود من خلال هذه المباراة والمباريات الحدود يحاول أن يضع حد لسلسلة الهزائم في دورينا خلال هذا الموسم. المحاولة تستمر قريبة لمنطقة الجزاء لمصلحة نادي الحدود على مرمى فريق نادي القاسم، لكن دفاعات نادي القاسم والتمركز الجيد وإبعاد كل محاولات فريق الحدود للوصول إلى هدف تعادل في هذه اللحظة. صقر عجيل للوسط، عملية تمرير الأمام عادت لخط الوسط لفريق نادي القاسم. حسين ضياء، محمد فاروق للأمام، هجوم الآن ممكن. حسين جبار يحاول تمرير داخل منطقة الجزاء لمرمى نادي القاسم. المحاولة قريبة لفريق نادي الحدود والتمرير عن طريق السروري، أحمد السروري اللاعب اليمني، لكن أبعدت من دفاعات نادي القاسم. وسيف رشيد المتراجع، عملية تغيير بوبكار. الهجوم القادم لفريق نادي القاسم، هل يضرب دفاعات الحدود نادي القاسم والوصول إلى هدف ثاني؟ هذا الحارث داخل منطقة الجزاء لكن أقرب لصقر عجيل. صقر عجيل حارس المرمى لنادي الحدود. عملية تغيير سيف كريم يحاول أن يمر لكن ما تبعد سيف كريم.
حتى الآن الكهرباء يتأخر أمام كربلاء. هنا المحاولة داخل منطقة الجزاء، ضاعت على الحدود، ضاعت على الحدود. فرصة كانت لفريق الحدود، لكن الفرصة تضيع بهذه الطريقة. لاحظ الإعادة والمحاولة اللي كانت تمريرة اللاعب الحارس حاتم لسيف رشيد والتدخل الدفاعي والوصول لحارس المرمى، لكن بعد هذه المحاولة لفريق نادي القاسم وصلت للحدود وحاول أن يعدل الحدود، لكن أضاح فريق الحدود من داخل منطقة الجزاء أمام حيرة المدرب ثائر جسام. ثائر جسام من عائلة رياضية، ثائر جسام رحمة الله على أنور جسام وحازم جسام وثائر جسام. عائلة رياضية زورائية وكوادر تدريبية. ثائر جسام، كرة للأمام، دينيس أنتوي والضغط على حسين محسن. دينيس يفتك الكرة من حسين محسن، لكن عاد وافتك الكرة حسين محسن من أمام دينيس أنتوي. عملية تمرير الأمام، هذا حسين ضياء، حاول يمر الأمام حسين ضياء، ضغط من حسين ضياء. هناك خطأ لصالح نادي القاسم، ركلة حرة لصالح نادي القاسم. سيف رشيد يؤدي أدوار دفاعية وهجومية بشكل ممتاز، لاعب ومهاجم نادي القاسم. سيف رشيد يقلق دفاعات فريق نادي الحدود، يزعج دفاعات فريق الحدود. سيف رشيد صاحب هدف المباراة الوحيد لغاية الآن. هو سجل واحد من الأهداف الأربعة أيضا. حارث حاتم سجل. هناك هجوم، دينيس أنتوي ينفرد داخل منطقة الجزاء. هل يعدل دينيس أنتوي؟ ومرت من أمامه إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. كانت فرصة لفريق الحدود. دينيس أنتوي ينطلق دون مراقبة من لاعبي فريق نادي القاسم، لكن بعد ذلك جاءت التغطية و دينيس أنتوي لا وجود لحالة تسلل، التسلل غير موجود. لاحظ دينيس أنتوي يمر بهذه الطريقة، كان ممكن يسدد بالمباشر، لكن بعد الضغط من دفاعات فريق نادي القاسم بهذه الطريقة وبشكل ممتاز عن طريق مؤمل راشد، ومؤمل يبعد الكرة إلى ركلة ركنية لصالح نادي الحدود. يعني أضاع على فريقه فرصة هدف تعادل. دينيس أنتوي، دينيس أنتوي يضيع على فريقه فرصة التعادل داخل منطقة الجزاء. علي خالد حارس المرمى، عملية الإبعاد، ممكن المرتدة الآن لفريق نادي القاسم. الحارث اللي انتقل على جهة اليمين، حارث حاتم أقرب لي زين للوسط. سيان ضياء بينه وبين لاعب كرار علي مر. سيان ضياء وبطريقة غريبة يلعب الكرة بهذه الكيفية إلى خارج الملعب لتصبح ركلة مرمى لصالح نادي القاسم. حدثنا عن نتيجة الذهاب، انتهت ب4 أهداف مقابل هدفين. سجل سيف رشيد هدفين والحارث حاتم هدف وحسين عبد الواحد هدف من ركلة جزاء، بينما سجل لفريق الحدود البرازيلي باولو فيكتور بالإضافة إلى أثير صالح. لكن أثير وفيكتور غير موجودين مع الحدود في التشكيل، بينما سيف رشيد موجود، الحارث حاتم موجود، حسين عبد الواحد غير موجود في التشكيل بالنسبة لفريق نادي القاسم. هنا حكم المباراة الدولي سالم عامر يوقف اللعب في هذه الأثناء، وهذه النتيجة طبعا تضع فريق نادي القاسم للمركز السادس بدلا من نادي إدهوك اللي تراجع للمركز السابع. لكن إدهوك عنده طبعا 4 مباريات مؤجل مع هذه الجولة، 4 مباريات مؤجل فقط. إدهوك لعب 19 مباراة، عنده 4 مباريات مؤجل. جماهير نادي القاسم سعيدة بهذا التقدم، سعيدة بما يقدمه فريق نادي القاسم خلال هذا الموسم، الحصان الأسود في دورينا خلال هذا الموسم، وأفضل مركز لغاية الآن منذ تواجد نادي القاسم في دوري الكبار.
هو طبعا تأهل لدوري الكبار موسم 19-20، لكن هذا الموسم ألغي بسبب جائحة كورونا، لذلك ألغي هذا الموسم. لكن أول مشاركة لنادي القاسم، المشاركة الفعلية كانت في موسم 2021، واستمر لغاية الآن تواجده في دورينا. هذا الموسم الخامس لفريق نادي القاسم في دوري الكبار. رمية جانبية للحدود، تنفذ الرمية الجانبية، لكن هذا الموسم هو أفضل مركز يحققه لغاية الآن نادي القاسم، ولغاية الآن هو في المركز السادس، مركز ممتاز جدا. عملية التمرير أقرب لكرار علي، كرار، كرة الوسط محمد فاروق والضغط على لاعبي فريق نادي القاسم. هنا خطأ، ركلة حرة لصالح نادي القاسم. الصدارة لا زالت لزاخو بعد الانتصار على النفط وقلب الطاولة على النفط والفوز بنتيجة 2-1. الشرطة بالفوز بنتيجة أيضا كبيرة على نادي نفط ميسان، يقترب من الصدارة، هو الآن في المركز الثالث. الزوراء أيضا حقق نتيجة كبيرة على حساب أربيل يوم أمس، والفوز برباعية على أربيل يعزز أيضا موقعه في الصدارة مع نادي زاخو نادي الزوراء. صراع الكبار موجود في دورينا خلال هذا الموسم بين الأندية الكبيرة زاخو الزوراء. الشرطة القوة الجوية الطلبة أيضا يدخل في صراع مع الأندية. طلبة يوم غد سيقابل نوروز، راح تكون ختام لهذه الجولة، الجولة 24 لدوري نجوم العراق. ركلة حرة، لصالح نادي القاسم. عملية الإبعاد يوم غد طبعا الجوية يقابل الكرخ، أيضا مباراة مهمة للصقور أمام الكناري، ومباراة القرمة مع نفط البصرة والطلبة مع نوروز. آخر مباريات هذه الجولة بعد يكون التوقف من يوم غد، توقف دورينا، ونذهب مباشرة إلى أيام الفيفا داي ومنتخبنا الوطني إن شاء الله في رحلة التأهل إلى نهائيات كأس العالم في كندا والمكسيك وأمريكا. 3 دول ستنظم بطولة كأس العالم 26، وإن شاء الله بالتوفيق لأسود الرافدين منتخبنا الوطني في رحلة الوصول للمرة الثانية في تاريخ الكرة العراقية إلى كأس العالم. مباراتين مهمة خلال هذا الشهر، ستكون يوم 20 أمام الكويت ويوم 25 أمام المنتخب الفلسطيني. أيمن الحكيم، نلعب في الدقائق الأربعة الأخيرة للشوط الأول من خلال هذا اللقاء ما بين نادي القاسم وضيفه فريق الحدود، ولحد الآن نادي القاسم والتقدم على الحدود بهدف لا شيء. الدقيقة 15 أعلن فريق نادي القاسم عن التقدم عن طريق الهداف للقاسم ولنادي القاسم خلال هذا الموسم هو سيف رشيد، اللي وصل إلى 10 أهداف مع نادي القاسم. كرة من جهة اليمين لصالح الحدود، سيال محسن، كرار علي للوسط، عملية الهجوم ومجتبى، تغيير هناك على الطرف الأيمن، خطيرة، الثاني جول ثاني. بوبكار يسجل هدف ثاني لنادي القاسم. بوبكار الغاني يعمق من جراحات فريق الحدود ويسجل هدف ثاني، يسجل هدف ثاني بعدما كانت الأفضلية لفريق الحدود بعد هدف فريق نادي القاسم، لكن نادي القاسم من فرصة يصنعها عن طريق الوسط مجتبى، والتمرير إلى أبو بكار اللي ينطلق بسرعة ويضعها في مرمى الحارس صقر عجيل ليعلن فريق القاسم عن تسجيل هدف ثاني في مرمى الحدود. لا وجود للتسلل، لا وجود لحالة تسلل، وأبو بكار يضعها من فوق الحارس صقر عجيل ويعلن عن تسجيل هدف آخر لنادي القاسم. هدف آخر لنادي القاسم، كريم بوبكار يسجل هدف ثاني لفريق نادي القاسم في مرمى الحدود في هذه اللحظات أمام ابتسامة العقيد السوري أيمن الحكيم مدرب فريق نادي القاسم خلال هذا الموسم.
إذن 2 لنادي القاسم، لا شيء للحدود. الحدود وهدف أبو بكار هو الهدف 50 في مرمى الحدود. أكثر فريق تلقى أهداف وأكثر فريق تلقى الخسارات فريق الحدود خلال هذا الموسم. كان في مرماه 48 هدف، بهدفي فريق نادي القاسم أصبح في مرماه 48 هدف. 48 هدف، 50 هدف عذرا، 50 هدف أصبح الأهداف المسجلة في مرمى نادي الحدود، ويعتبر أضعف خط دفاع في دورينا خلال هذا الموسم. مشاكل كثيرة لفريق الحدود ومشاكل فنية أكيد، لكن دائما عمل الإدارة ممتاز، لكن الرياح بما لا تشتهي سفن إدارة فريق الحدود. إدارة جيدة، لكن الأمور فنيا اللاعبين الأمور غير طيبة بالنسبة لفريق الحدود. هنا خطأ، وبكار صاحب الهدف الثاني الغاني وهدف ثاني يجعل الأفراح على مدرجات ملعب النجف الدولي لجماهير نادي القاسم. نادي القاسم أيضا جماهير نادي القاسم هي رحالة تتنقل مع الفريق، يذهب إلى الكوت، إلى الشمال، إلى بغداد، إلى الرمادي، إلى الملاعب المختلفة في كل محافظات العراق، سواء كانت المباراة لصالحه أو غير صالحه. فريق نادي القاسم دائما يتنقل في كل ملاعب العراق. هذا هو الحارس حاتم، تقريبا هو الفريق الوحيد اللي لعب في كل ملاعب العراق خلال هذا الموسم. يعني ما اعتقد فريق نادي القاسم ما لعب بملعب، ملعب الشعب، ملعب المدينة، ملعب الساحر أحمد راضي، يعني في الشمال الملاعب الموجودة نوروز وأربيل وزاخو ودهوك، وعنده زيارة اعتقد للقرمة. هناك لاعب يشكو من إصابة. 45 دقيقة انتهت. الفريق الوحيد في دورينا اللي لعب في كل ملاعب المحافظات، في البصرة على ملعب الفيحاء، في كربلاء، في الكوت، في النجف. إن شاء الله بالسلامة. محمد فاروق لاعب الغاني لاعب الوسط لفريق نادي الحدود، إن شاء الله بالسلامة. إذن 3 دقائق حكم المباراة الدولي سالم عامر يشير كوقت محتسب بدل ضاع للشوط الأول من لقاء نادي القاسم والحدود لحساب الجولة 24 لدوري نجوم العراق. ونادي القاسم يضرب بقوة من خلال الشوط الأول عن طريق سيف رشيد وكريم أبو بكار. شوط أول ممتاز للمستضيف على حساب الضيف فريق الحدود. جهة اليمين لنادي القاسم مرتضى جمال، محمد فاروق حاول انقلها لدينيس أنتوي، لكن مراقب من حسين محسن. قلب الدفاع لنادي القاسم الحارث، ضغط على الحارث حاتم، هذا حسين جبار، انتقاء من حسين جبار، متابعة غير موجودة. عملية التمرير أقرب للدفاعات، هذا استوار مينا، أصبحت لمصلحة فريق الحدود. عند بعض المحاولات فريق الحدود لكن لم تستغل. عند محاولات بعدما سجل فريق نادي القاسم الهدف الأول عن طريق سيف رشيد، فريق الحدود أصبح هو الأكثر استحواذاً، أكثر وصولاً لمرمى نادي القاسم. لم يستغل المحاولات، سجل هدف ألغي بداعي التسلل، لكن بعد ذلك فريق نادي القاسم عرف كيف أن يتعامل مع المباراة مع محاولات فريق نادي الحدود، وبالتالي من هجمة مرتدة استطاع الوصول إلى هدف ثاني. أحمد السروري اليمني، السروري على التنفيذ، الركلة الحرة وهدف لحسين ضياء، هدف يقلص من خلال الفارق الحدود، هدف جميل
حسين ضياء برأسية يسكنها في شباك مرمى نادي القاسم، ونادي الحدود يقلص الفارق بهدف في الدقيقة الأخيرة من الدقائق الثلاث المحتسبة كوقت بدل ضاع. حسين ضياء المدافع اللي يتقدم للأمام ويضع كرة رأسية في مرمى نادي القاسم، قوية وصعبة على حارس المرمى علي خالد، قوية وصعبة. التسلل غير موجود، وبشكل جميل يضعها في المرمى في منتصف المرمى اللاعب حسين ضياء المدافع لفريق الحدود. والحدود الآن يسجل في مرمى نادي القاسم. 2-1 أصبحت النتيجة الآن، يقلص من خلال الفارق نادي الحدود. 2-1 النتيجة. مباراة في شوطها الأول جميل فيه 3 أهداف، وهنا الحارث يحاول أن يسدد لكن بعيدة كرة الحارث حاتم إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لصالح نادي الحدود. لنادي الحدود هذا يعيد الروح لفريق الحدود. هدف اللاعب حسين ضياء يعيد الروح لفريق الحدود. ومع هذه المحاولة حكم اللقاء الدولي سالم عامر يطلق الصافرة النهائي الكامل للشوط الأول من لقاء نادي القاسم والحدود، اللي ينتهي الشوط الأول بتقدم نادي القاسم بهدفين مقابل هدف واحد للحدود. سجل لفريق نادي القاسم سيف رشيد وأيضا كريم مبكر، بينما هدف الحدود الوحيد من خلال هذا الشوط الأول جاء عن طريق اللاعب حسين ضياء. أحبتي استراحة قصيرة ثم العودة وإياكم لتكملة الشوط الثاني من لقاء نادي القاسم والحدود. ينطلق كرار، ممكن المهارة من كرار، يحاول يسدد هيليو والضغط على كرار، ينتظر كرار، يهيئ داخل منطقة الجزاء حميد الطائي، ممكن الميناء داخل منطقة جزاء أربيل، يلا يا حميد داخل منطقة الجزاء، وكرار جعفر يفعلها ويسجل الميناء. السفانة بهدف قاتل في مرمى أربيل، الميناء يسجل في مرمى أربيل بهدف جميل عن طريق الصغير الماكر كرار جعفر، يسجل في مرمى أربيل بهدف قاتل فعلها الميناء، فعلتها السفانة في هذه اللحظات بهدف عن طريق كرار. لاحظ الإعادة، لاحظ حميد الطائي مرر كرة جميلة لكرار غير متسلل كرار ويضعها على يمين حارس المرمى دولوفان مهدي. يسجل الآن فريق الميناء عن طريق كرار جعفر هدف جميل في مرمى أربيل ليعلن عن هدف قاتل في هذه اللحظات. تلعب عالية، لفة ممتازة في منطقة الجزاء، متابعة، الله، جول للكناري، جول للكرخ، وجعفر وسط الأمطار يسبح في استاد الكرخ، يسبح في استاد الساحر. أحمد راضي وجعفر عبيس يطوف يغوص يحاول يسجل، وكور يحيي كرة ذاهبة إلى خارج أرضية الملعب، ولكنهم الكرخ، ولكنهم الكناري، ولكنهم في وجع أوطاهم. تجد الشباب حاضرة. هذه كرة من يونس غني أرسلت من دون أوفسايد، الأولى لعبت، الثانية وصلت، والمحاولة في الجول. الهدف شرعي، الهدف من غير أوفسايد، لا أوفسايد، نو أوفسايد. والكرة في المرمى، رأسية أولى، متابعة ثانية، والكرة بالمباشر في الجول. هذه رأسية عمر وصلت إلى من؟ وصلت إلى بنيامين، الكور إلى جعفر، والكرة وهدف أول، وإيقاف المتصدر مهما قد يفعلها عبد الجبار. من جانب لاعبي زاخو تترك الآن إلى من؟ إلى أحمد ياسين. أين ناصر؟ هذا ناصر محمد، الله
اليماني 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 يحضر الآن، يعيد زاخو إلى التعادل. المتصدر لا يتعثر لا يخسر، يعود إلى المباراة بصدمة كبيرة في الكرخ، بصدمة كبيرة. هنا جمهور زاخو، هنا الانفعال، هنا هستيريا في المدرج، هنا عودة أبناء الخابور. لاحظ الكرة وصلت عالية من دون أوفسايد، تركت لمن؟ تركت للأسود. هذا الأسود وضع الكلمة، أثر الصندوق موجود، أثر الصندوق الأسود موجود، حاضر في أرضية الملعب. لذلك الهدف قادم والهدف وتا. وصلت إلى ناصر، كنترول عالمي، قراءة رائعة، وشاكر يتفرج. هذا الكنترول سوبر من ناصر، وتسديد سوبر، وسوبر ناصر يعيد زاخو إلى المباراة، يعيد زاخو إلى التعادل. أبناء الخابور عن طريق السوبر ناصر محمدو. العراق بعد أن وصلت الكرة وعدت هناك بنقلة تمريرة، وصلت الآن جول. هذا هو التقدم، وهذا هو الهدف الأول. انتظروا 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 كثيرا، ومنتظر عادل الذي لا يطيق الانتظار جاء بهدف للكهرباء، وعادت الكهرباء لتشعل أجواء المباراة، لتضيء المباراة وملعب المباراة بهدف من الشقيق الأصغر إلى الشقيق الأكبر. هناك الأسيست أومارو، محاولة الانطلاقة لمصلحتي على ينقل كرة، يبحث عن المنطلق. هذه خطيرة، هذه خطيرة. محمود، يا سلام، هذا البديل، هذا اللي اشترك في شوط المباراة الثاني. نعم، محمد عدنان دوحي يسجل لمصلحة القرمة ثاني الأهداف. وهذه فرحة دوحي وفرحة الجماهير بعدما سجل في مرمى الشرطة، وكذلك الحدود ونفط البصرة والميناء يسجل الهدف الخامس الشخصي له وثاني أهداف القرمة في مباراة اليوم. هدف رائع جدا. شوف الخطأ الدفاعي، بعد ذلك خطفها وضعها في الشباك. صعبة على حيدر باسم، يسجل ثاني أهداف القرمة في مباراة اليوم. لين لا شيء، محمد عدنان يبدو اللاعب البديل، تغيير اللي أجراء السيد أحمد خلف في فترة الاستراحة، وبالتالي يضاعف نتيجة اللقاء. محمد عدنان، السيد أحمد خلف. كرة تعود، البرازيلي جيفرسون ينقل له كرة لإشهاب، يتقدم، حاول يعدي، يمر، ينقلها لمحمد عدنان. دوحي ممكن كرة عرضية، هذه خطيرة بالراس. يا سلام، الله 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 يا أومارو، رأسية لا تصد ولا ترد، يضاعف من خلالها نتيجة المباراة. الله على هذا الهدف. وهذه جماهير القرمة، هذه جماهير صقور الغربية سعيدة مع هذه الدبكة الأفريقية في ملعب الراحل أحمد راضي. نعم، سعداء والكل سعيد، عشاق القرمة في هذه اللحظات. نعم، 3 أهداف. أومارو يتألق ويضاعف نتيجة اللقاء بهذه. شوف التمريرة، شوف المحاولة، بعد ذلك وصلت لي محمد عدنان. اليوم ما شاء الله يسجل ويصنع هدف، ورأسية أومارو. يوم الراس شغال لأومارو في مباراة اليوم. هدف جميل ويضاعف النتيجة 3-0. 3-0 قد يؤمن نتيجة المباراة ونقاطها لمصلحة القرمة ولعشاق القرمة. عبد العباس اياد، وخطيرة، ميمي، جول للقيثارة، للقيثارة، للشرطة. ميمي 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 يفتتح التسجيل للقيثارة والاقتراب من الصدارة عن طريق ميمي. الدقيقة 14 والهدف رقم 16. يتعادل الآن مع لاعب زاخو البرازيلي غوستافو. لكن شوف العمل، الله
الله شوف السوري، هاك روح قول. لعبها لب وبالتالي هدف أول للقيثارة عن طريق الكابتن، عن طريق مهند علي. ميمي وهدف أول للشرطة. حسين علي عالية، ثاني للقيثارة عن طريق المغربي أيوب مدن بهدف ثاني للشرطة. للقيثارة أيوب مدن بهدف الأول في دورنا مع الشرطة، وهدف الثاني بهذا اللقاء. الله ثاني للقيثارة، ثاني للشرطة. حسين علي برأسية من المغربي أيوب مدن، ثاني للقيثارة، ثاني للشرطة للاقتراب من الصدارة. الشرطاوي ناوي عالية الكرة خطيرة، ميمي أو ريوان أمين بهدف ثالث للشرطة، ثالث للقيثارة. ريوان الفنان بهدف ثالث للشرطة والقيثارة والاقتراب من الصدارة. هذا ريوان أمين سجل في البطولة الآسيوية ويسجل الآن، لكن شوف الله المواس محمود، شوف الاستقبال الرائع، وهاك روح قول. نعم بهدف والمتابعة. ريوان أمين غاب دفاع كربلاء وحضر ريوان بهذه اللقطة. خطيرة يمر وقريبة جدا. الله، ريوان أمين أربع ما أروع. الله هذا لعبوه مهاجم وعلى مسؤوليتي. ريوان أمين على الطاير. الله هذا يا جماعة مدافع لاعب ارتكاز. شوف حسين علي تلاعب وحضرها هوب على الطاير. للقيثارة. الله، يا ريوان يا أمين، واحد من أجمل أهداف دورينا. لا عبد العزيز عمار ولا ثلاثة من عبد العزيز. الصقور هل ستحلق وتعود إلى بغداد؟ في الكرة تلعب الآن بالراس. الله يا عصام الصبحي يفتتح التسجيل من عصام براسية للقوة الجوية. عصام من العماني يسجل أول أهداف المباراة للفريق الضيف، وعصام يفتتح التسجيل لنادي القوة الجوية بهدف للصقور عن طريق اللاعب عصام الصبحي. يفتتح التسجيل لنادي القوة الجوية، نعم بالهدف الأول المبكر للصقور. بدأت تحلق الصقور هنا براسية. الله نعم، هذه لعصام، هذه فعلها في بطولة الخليج مع المنتخب العماني. ما مرت على سايمون، ما مرت على مسافة، وبالتالي يتقدم بأول الأهداف للأنيق للطلبة. هدف مقابل لا شيء الآن. 5 دقائق. هنا الكرة تخطف من قبل مهدي كامل. مهدي تقدم، مهدي تمريرة، سايمون للثاني. الله، جول ثاني، هدف ثاني لأنيق العاصمة، هدف ثاني لأنيق العاصمة. إنها العودة
إنها العودة التي ستكون أقوى بلا شك. انتظروا عودتي بعد الغياب. نحن فريق الأمس واليوم وغدا. نعم، هكذا هي العودة، وهكذا هي المباراة، وهكذا هي الأهداف سجلت. وهنا هدف قاتل للمرة الثانية. يظهر لنا الأسمراني، يظهر لنا التنزاني ليسجل ثاني الأهداف. سايمون مسوفة، وسايمون يسجل 6 أهدافه من خلال هذا الموسم. شوف سايمون يحتفل بهذه الطريقة. 0-0. هنا محاولة، محمود يحاول يعدي، يبحث عن كرة عرضية، وهذا علاء بالروس. جول لأومارو، رأسية جميلة لصقور الغربية، ارتقاء جميل. إذا نعود وإياكم أحبتي مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي من جديد للشوط الثاني للقاء نادي القاسم والحدود، بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي بتقدم نادي القاسم بهدفين مقابل هدف واحد لفريق الحدود اللي بدأ يلعب من اليمين لليسار، وفريق نادي القاسم من اليسار لليمين. في شوط ممكن عودة فريق الحدود، وأيضا إمكانية فريق نادي القاسم من خلال الهجمات والوصول إلى أهداف أخرى في مرمى الحدود وتحقيق الانتصار والذهاب إلى مركز جديد في جدول الترتيب. إذن الدولي سالم عامر يعلن عن بداية الشوط الثاني لمصلحة فريق الحدود، لكن المحاولة تبقى لفريق نادي القاسم عن طريق خط الوسط. لا وجود لتغييرات على مستوى التشكيل للحدود وأيضا لفريق نادي القاسم بنفس الأسماء اللي كانت حاضرة متواجدة في الشوط الأول للفريقين. من خلال هذا اللقاء بعد من سيف كريم إلى خارج الملعب لركلة ركنية لصالح نادي القاسم. هذا ثائر جسام مدرب الحدود. صقر عجيل، علي حسن، استيور مينا، حسين ضياء، سيف حاتم، سيف كريم، حسين جبار، محمد فاروق، مرتضى جمال، دينيس أنتوي، أحمد السروري، بالإضافة إلى سيف حاتم. ركنية لمصلحة فريق نادي القاسم عن طريق القائم الأيسر لمرمى فريق الحدود. يحاول أن يضاعف النتيجة فريق نادي القاسم على حساب الحدود. هدف متأخر للشوط الأول للحدود أعاد الروح لفريق الحدود والبحث عن نتيجة ممكن. الآن الحارث يحاول أن يسدد على المرمى لكن تصطد لتعود الآن. محمد فاروق عن طريق أو دينيس أنتوي، المهاجم المتراجع للوسط، هذا دينيس أنتوي اللاعب الغاني. خطأ لدينيس أنتوي، ركلة حرة لصالح نادي الحدود. ينفذ الخطأ، رمية جانبية، لاحظ التسرع من دينيس أنتوي، يضيع محاولة لفريق الحدود. نادي القاسم أيضا بنفس الأسماء، علي خالد، كرار علي، كرار فالح، مؤمن راشد، حسين محسن، مجتبى محسن، إليسو، والإيفواري أحمد نور، الحارث حاتم، كريم بوبكر، وسيف رشيد. أحمد نور، خطأ على أحمد نور، ركلة حرة لصالح نادي الحدود. ركلة حرة للحدود، هذا أحمد سروري اللاعب اليماني. أحمد السروري اليمني، ركلة حرة من منتصف الملعب لصالح نادي الحدود. يحاول العودة للتعادل من خلال البداية للشوط الثاني على أمل تحقيق الانتصار وقلب الطاولة على حساب نادي القاسم من خلال هذا اللقاء وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة كبيرة 4-2، ولحد الآن يخسر بهدفين من خلال الشوط الأول بهدفين لهدف. عملية الهجوم، هذا سيف رشيد يأخذ الجانب الأيسر، وهنا خطأ وبطاقة صفراء على علي حسن. صفراء على علي حسن، لمسة يد كانت متعمدة
من علي حسن لاعب وقلب دفاع فريق نادي الحدود بعد الضغط من سيف رشيد. 10 أهداف لسيف مع نادي القاسم خلال هذا الموسم. بطاقة صفراء لعلي حسن مع وجود ركلة حرة لصالح نادي القاسم. ركلة حرة لصالح نادي القاسم. هل يكون ملعب النجف الخير على نادي الحدود نادي القاسم اللي خسر مبارتين على هذا الملعب اللي كانت من ملعب افتراضي لفريق نادي القاسم، لكن ملعب الكوت هو وجه السعد لفريق نادي القاسم. في ملعب الفيحاء عند انتصار على نادي دهوك، ايضا على ملعب كربلاء فاز على الزورة. ملاعب الافتراضية لنادي القاسم. عملية الهجوم الآن سيف، تحركاته ممتازة شاهدناه في الشوط الأول وأيضا في الشوط الثاني، والضغط على مدافعي فريق نادي الحدود. سيف يمتلك إمكانيات ممتازة سيف رشيد. علي والإبعاد إلى رمية جانبية لصالح نادي القاسم من الجهة القريبة. هذا هو علي حسن. كريم بوبكار عادت للوسط. إليسو الإيفواري يعيد للخلف لحارس المرمى علي خالد من جديد لفريق الحدود. هذا هو إليسو إلى أبو بكر، من أمام أبو بكر تبعد، عادت للوسط. محمد فاروق عملية تمرير الأمام، البحث عن السروري، بعيدة عن السروري، أقرب لاعبي نادي القاسم، عملية تغيير اللعب جهة اليمين نادي القاسم. سيف من أمام تمر سيف، وكان الحارس هو الأقرب، وهنا الإبعاد إلى ركلة ركنية. استوار مينا الكولومبي، اللاعب الكولومبي استوار مينا حارس صاحب الإمكانيات المميزة. هذا هو مينا اللاعب الكولومبي قلب الدفاع لفريق نادي الحدود. ركلة ركنية مشتبه محسن على التنفيذ للركنية الثانية من خلال الشوط الثاني لفريق نادي القاسم على مرمى الحدود داخل منطقة الجزاء، والرأسية على المرمى، وهدف ثالث. هدف ثالث لنادي القاسم. هدف ثالث، وسيف رشيد. سيف رشيد يسجل هدف ثالث لنادي القاسم. سيف رشيد من جديد سيف رشيد يسجل في مرمى الحدود، ورابع أهدافه في مرمى الحدود، رابع أهدافه في هذا الموسم في مرمى الحدود، وهدف 11 خلال هذا الموسم. إذا سيف رشيد برأسية يضعها على يسار حارس المرمى صقر عجيل. لاحظ رأسية اللاعب سيف رشيد، ويسجل هدف ثالث لفريق نادي القاسم. هدف ثالث لنادي القاسم. لاحظ الإعادة، وسيف رشيد برأسية على يسار صقر وبعيدة عن صقر، وهدف ثالث، هدف ثالث لنادي القاسم في مرمى الحدود. سيف رشيد يسجل ثنائية في مباراة الذهاب، وهذه المرة أيضا ثنائية في الإياب في مرمى الحدود. 11 هدف لسيف رشيد، 4 منها في مرمى الحدود. هل هناك عودة إلى الفار أو يعتمد الهدف؟ إذن يعتمد الهدف لتصبح النتيجة الآن 3 لنادي القاسم مقابل هدف 1 للحدود. بعدما توقعنا راح تكون ردة الفعل لفريق الحدود من خلال بداية الشوط الثاني، لكن القاسم هو من بادر بالهجوم على مرمى الحدود واستطاع الوصول إلى هدف ثالث، إلى هدف ثالث في مرمى الحدود. رمية جانبية، رمية جانبية. دائما تكون مباريات الفريقين حافلة بالندية والأهداف، وأفضل مباراة ما بين الفريقين كان التعادل في موسم 23-24، الموسم الماضي اللي انتهت 3-3 ما بين الفريقين نادي القاسم والحدود. هي أفضل مباراة من المباريات ال7 الماضية اللي جمعت الحدود بنادي القاسم. 3-3 انتهت النتيجة تعادل ما بين الفريقين. إبراهيم غازي سجل هدفين وحسين جاسم لفريق الحدود، بينما سيف الدين ظاهر وميسوكي لاعب نادي القوة الجوية الحالي وفلاح عبد الكريم من سجلوا أهداف نادي القاسم في تلك المباراة. كانت أفضل مباراة ما بين الفريقين، كانت الموسم الماضي.
في الذهاب كانت 6 أهداف، لغاية الآن 4 أهداف. هذا جمهور نادي القاسم السعيد بهذا التقدم والسعيد بهذه النتيجة، تسعد الأنصار المحبين جماهير فريق نادي القاسم. مركز سادس، مركز جيد بالنسبة لفريق القاسم. أحمد السروري، طالت على أحمد السروري. هالنشاهد يدفع بالبدلاء المدرب ثائر جسام مدرب فريق نادي الحدود، هل يدفع بالبدلاء لتغيير واقع الأداء والنتيجة لفريق. كرة من جهة اليسار لنادي القاسم، عائدة للخلف، تمريرة أمامية من كرار وبكار لسيف رشيد. سيف يعيدها إلى مؤمل راشد، يغير اللعب لجهة اليسار. مؤمل، محاولة تستمر لفريق نادي القاسم. مجتبى محسن للحارث حاتم، ثقة كبيرة أصبحت لفريق نادي القاسم بعد تسجيل الهدف الثالث. هذا حسين محسن يتقدم لأمام عملية تمرير جهة اليسار. ما أعتقد المباراة تنتهي بهذه النتيجة، راح نشاهد أهداف سواء كان للحدود أو لنادي القاسم. بالسلامة لعلي حسن مع تقدم كرار علي وعلي حسن. إن شاء الله بالسلامة لكل اللاعبين. لعلي حسن ممكن فترة التوقف تمنح الفرصة لكل المدربين لمراجعة السلبيات والأخطاء بالنسبة للفرق اللي تعاني في المراكز الأخيرة، وأيضا ترتيب الأوراق بالنسبة للفرق المتصدرة. والفرق المتصدرة تحقق نتائج من خلال هذه الجولة، زاخو وأيضا الزوراء والشرطة. وقبل التوقف هذه الفرق حققت النتائج، وزاخو يتمسك بالصدارة، والزوراء اللي أيضا في الصدارة مع فريق نادي زاخو، والشرطة ثالث الترتيب قريب جدا من زاخو والشرطة. زاخو والزوراء. لاحظ هذا الهدف الثالث ورأسية سيف رشيد دون رقابة لسيف رشيد، غير مراقب سيف رشيد اللي وضعها بكل اتقان على يسار حارس المرمى صقر عجي، والصقر لا يصطاد كرة سيف رشيد الرأسية اللي تعانق الشباك وتعلن عن تقدم لنادي القاسم ب3 أهداف مقابل هدف واحد للحدود. لا زال يشكو من إصابة علي حسن. هل سيغير المدرب ثائر جسام؟ تمنح فرصة لكل المدربين فرصة التوقف أيام الفيفا داي. بالسلامة إن شاء الله لعلي حسن. لاحظ هذا الصراع اللي كان بينه وبين مجتبى محسن، وبطاقة صفراء. أعتقد البطاقة على كرار علي وليس مجتبى، هو اللي كان قريب لعلي حسن. كرة تبعد من دفاعات نادي الحدود، عادت للوسط، ضغط من قبل لاعبي فريق نادي القاسم عن طريق المنتصف. عملية تغيير، بوبكار حاول يمر عن طريق الجانب الأيمن لكن بعيدة عن بوبكار إلى خارج أرضية الملعب، تصبح رمية جانبية للحدود. سيف كريم ينفذ الرمية الجانبية وابتسامة حكم المباراة الدولي سالم عامر. بوبكار من جديد إلى خارج الملعب. قد تكون خيارات المدرب ثائر جسام محدودة لسبب كثرة الغيابات الموجودة لإصابة اللاعبين المهمين بالنسبة للتشكيل، مهيمن وأيضا أحمد عبد الرضا وأرنولد وأيضا أحمد فاضل، يعني أسماء
ولاعبين وركائز أساسية لفريق الحدود غائبة بسبب الإصابة. لذلك يبدو لي أنه خيارات المدرب ثائر جسام محدودة، رغم موجود على الدكة داكوستا وباقر عطوان وأسماء أثير صالح، حسن سرور اللاعب اللبناني. ممكن هذه الأسماء اللي قد يستعين من خلالها ثائر جسام في قادم اللحظات من عمر هذا اللقاء. هذا دينيس أنتوي لاعب الغاني، حارث حاتم. لاحظ المؤازرة الجماهيرية لنادي القاسم، تزأر أسود صورة في ملعب النجف على حساب الحدود لغاية الآن ب3 أهداف مقابل هدف واحد. عملية الإبعاد قريبة من الخط الجانبي، وصراع ما بين مدافعي فريق نادي الحدود ومهاجمي نادي القاسم إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية لصالح نادي القاسم، رمية جانبية لصالح نادي القاسم. 60 دقيقة يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي. 60 دقيقة، ساعة من اللعب، ونادي القاسم يضرب بقوة من خلال هذا اللقاء، يعوض خسارته في الجولة الماضية أمام نادي النجف بهدفين مقابل هدف واحد. ونادي الحدود لا زال يعاني. هناك خطأ لصالح الحدود، ركلة حرة للحدود. سيد جبار يحصل على خطأ مؤمل. راشد يرتكب خطأ مع وجود ركلة حرة لصالح نادي الحدود. هذه اللقطة بالإعادة. ينفذ الخطأ قريبة لمنطقة جزاء نادي القاسم. عملية الإبعاد، محمد فاروق حاول يمر الغاني أمام تبعد محمد فاروق إلى خارج أرضية الملعب لرمية جانبية لصالح نادي القاسم. يطالب حكم المباراة الدولي سالم عامر باحتساب خطأ. رمية جانبية، سيف كريم على التنفيذ للرمية الجانبية على طريقة الركنية داخل منطقة الجزاء لنادي القاسم. عملية الإبعاد، محمد فاروق حاول داخل منطقة الجزاء، خطيرة دينيس أنتوي، وهدف ثاني، جول ثاني للحدود. دينيس أنتوي يسجل من داخل منطقة الجزاء لنادي القاسم هدف ثاني، هدف ثاني في الدقيقة 61. دينيس أنتوي اللاعب الغاني يسجل هدف لفريق نادي الحدود، هدف ثاني للحدود. لاحظ الإعادة، محمد فاروق يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، يهيئها بشكل ممتاز ويسدد بقوة لتعانق شباك مرمى نادي القاسم بهدف ثاني للحدود. هدف ثاني للحدود في مرمى نادي القاسم عن طريق اللاعب الغاني دينيس أنتوي، وهو ثالث أهدافه خلال هذا الموسم. دينيس أنتوي بعدما سجل في مرمى الميناء والكهرباء يسجل الآن في مرمى نادي القاسم بهدف ثاني لفريق الحدود في مرمى القاسم. في مرمى نادي القاسم 3-2 أصبحت النتيجة. الآن يقترب فريق الحدود 3 نادي القاسم، هدفين للحدود، 5 أهداف في هذا اللقاء، نسبة جيدة من التسجيل. خلال هذه المباراة هدأت عاصفة جماهير نادي القاسم للمؤازرة الجماهيرية بعدما أدرك الهدف الثاني فريق الحدود عن طريق دينيس أنتوي. كرة النقل للحارث حاتم، هناك حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة. أقل من نصف ساعة متبقية على نهاية المباراة، أعتقد ستأخذ طابع آخر المباراة ما بين الفريقين. لاحظ هنا الإعادة وهنا التمريرة اللي كانت من خلالها هناك حالة تسلل سيف حاتم في موقف تسلل وركلة حرة غير مباشرة لصالح نادي القاسم. ينفذ الخطأ أقرب لمرمى نادي الحدود، صقر عجيل كابتن وحارس الحدود. صقر عجيل، كرة عالية من صقر، بعاد للوسط، حارث، النقل الأمامية للحارث، عادة الوسط أقرب لإيليسو الإيفواري، يخسرها الإيفواري. عملية الهجوم الحدود، هل يعدل نادي القاسم؟ هل يحافظ على النتيجة؟ هل يعزز النتيجة بهدف آخر ويحقق نتيجة الإياب كما كانت في الذهاب؟
رمية جانبية سيف كريم على التنفيذ الرمية الجانبي. سيف كريم مدافع اليسار داخل منطقة الجزاء من أمام دينيس أنتوي. عملية الإبعاد بوبكار المتراجع مع المدافعين. الحدود يحاول الضغط على مرمى نادي القاسم للوصول إلى هدف تعادل في هذه الدقائق. هذا حسين ضياء اللي سجل هدف أول لفريق الحدود قبل نهاية الشوط الأول. خلص من خلال النتيجة، لكن مطلع الشوط الثاني أضاف اللاعب سيف رشيد هدف ثالث وهدف ثاني شخصي للاعب سيف رشيد، وهو هدف ال11 خلال هذا الموسم. وصراع الهدافين يستمر، وميمي يبتعد بصدارة الهدافين ب 19 هدف. غوستافو ب 16 هدف اللاعب البرازيلي مهاجم فريق نادي زاخو. مروان حسين نوروز 13 هدف. أمجد عطوان 12 هدف، أيضا سجل في مباراة زاخو من ركلة جزاء في مرمى النفط. كرة عائدة للوسط، ناقل لاعبي فريق الحدود، محاولة تستمر، عائدة إلى مينا، يقل الكرة إلى جهة يسار مينا قريبة من الخط الجانبي نادي الحدود. عملية الإبعاد بدأ يلعب بحذر لاعبي فريق نادي القاسم أمام محاولات نادي الحدود. هذا محمد فاروق إلى دينيس أنتوي المتراجع، يحتاج إلى المساندة. دينيس أنتوي ينقل الوسط عن طريق مرتضى جمال، عملية تغيير لجهة اليمين. المحاولة تبقى قائمة لمصلحة فريق الحدود أقرب لمرمى فريق نادي القاسم، يدافع أمام محاولات الحدود. كريم بوبكار حاول يمر، ضغط على كريم بوبكار، لا وجود لخطأ. حكم المباراة قريب يشير لاستمرارية اللعب، يعطي مبدأ إتاحة الفرصة لفريق الحدود. تستمر المحاولة، صراع خط الوسط، مرتضى جمال، عائدة إلى استوار مينا. محمد فاروق حكم المباراة يشير استمرار. سيف رشيد حاول يغير الحارس، بعيد عن الحارس حاتم، أقرب لدفاعات الحدود. عملية الإبعاد هناك جهة اليسار، كرار علي، كرار لاحظ في أسفل الشاشة يعطينا بعض اللقطات والصراعات ما بين لاعبي الحدود ونادي القاسم. مخرج المباراة، مخرج المباراة. ملعب جميل في أجواء جميلة، ملعب النجف أجواء ربيعية، أجواء ربيعية رائعة، وملعب النجف اللي يضيف هذا اللقاء. والنجف في هذه الجولة تعادل مع فريق الميناء 1-1. يوم أمس كان التعادل هو سيد الموقف في مباراة النجف والميناء، اللي مباراتهم انتهت بنتيجة 1-1، تعادل إيجابي. دولي سالم عامر، مؤمن راشد، بينه وبين أحمد السروري اللاعب اليمني. جهة اليسار لاحظ الأخطاء، 10 لنادي القاسم، 9 لنادي الحدود. كرة في المنتصف نادي القاسم، إيلي يخسرها الإيفواري. عملية الهجوم المرتد الغاني، محمد فاروق يحاول ينطلق للأمام، ضاعت على محمد فاروق، اصطدت بالسروري، وهنا محمد فاروق يحصل على الكرة. محمد فاروق يحاول أن يمر محمد فاروق لأحمد سروري، يحاول يماني يسدد من بعيد، وحارس المرمى علي خالد. تسديدة قوية من أحمد السروري وعلي خالد حارس المرمى. يبدو لي هناك راية على محمد فاروق، كان في موقف تسلل، والسروري بتسديدة رائعة، لكن حارس المرمى علي خالد يتدخل وينقذ هذه المحاولة. لاحظ الإعادة، ومحمد فاروق كان متسلل محمد فاروق، لأن الكرة اصطدت بأحمد السروري وذهبت لمحمد فاروق اللي كان في موقف تسلل، لكن انتظر المساعد الثاني لحكم المباراة كرار خالد. بعد ذلك بعدما انتهت الهجمة والمحاولة لصالح نادي القاسم، وخطأ على الحارس، تدخل من الحارس حاتم، خطأ على الحارس حاتم، ركلة حرة لصالح نادي الحدود. اعتذار جميل من الحارس حاتم مع سيف كريم. لاحظ الابعاد من سيف والتدخل من الحارس حاتم، على اثره حكم المباراة اشار لوجود خطأ لصالح نادي الحدود. خطأ للحدود.
قطع للحدود. هذا سيف حاتم. شاهدنا الطلعات الهجوميه لسيف حاتم من خلال الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني غاب تماما سيف حاتم. هذا هو سيف جهه اليمين نادي الحدود. هل يعدل؟ المحاوله تستمر قريبه من منطقه جزاء نادي القاسم. المحاوله ممكن يستغلها فريق نادي الحدود. تمركز لاعبي ومدافعي نادي القاسم والابعاد. مجتبى محسن ليتركها بدوره الى مهاجم سيف. تقريبا الافضل في هذه المباراه ستذهب لسيف رشيد. اتوقع راح يكون اللاعب الافضل في هذا اللقاء هو سيف رشيد. سجل هدفين وادواره ممتازه دفاعيا وهجوميا بالنسبه لسيف رشيد لاعب ومهاجم فريق نادي القاسم. كره عادت للوسط، كرار فالح الى الحارث حاتم. عمليه الهجوم الان نادي القاسم يحاول الحارث. هل هناك هدف رابع؟ الحارث يتقدم الى ابو بكر جهه اليمين نادي القاسم. ابو بكر ممكن بالمهاره يمر، ينقلها داخل منطقه الجزاء الى سيف رشيد. المحاوله ممكن التسديد على المرمى، عادت من جديد عن طريق الوسط. ابو بكر من جديد نادي القاسم حاول ان يهاجم والوصول الى هدف رابع يؤمن على نتيجه المباراه، لكن ضغط على ابو بكر والابعاد من سيف حاتم الى خارج ارضيه الملعب لتصبح رميه جانبيه لصالح نادي القاسم. رميه جانبيه لصالح نادي القاسم. سيف كريم ابو بكر. هذا سيف حاتم. رميه جانبيه مؤمل داخل منطقة الجزاء خطيرة لفريق نادي القاسم. سيف يضغط على مدافعي فريق الحدود وابعاد إلى خارج الملعب من سيف حاتم إلى رمية جانبية لمصلحة فريق نادي القاسم. هذا علي حسن. سيف الأفضل الأخطر الأكثر توهجا مع فريق نادي القاسم خلال هذا الموسم مع الحارث حاتم. يصنع الفارق سيف رشيد مع الحارث حاتم مع نادي القاسم تحت إدارة المدرب السوري أيمن الحكيم ونادي القاسم بالنتائج الممتازة. كرة عادت للوسط إلى مؤمل راشد داخل منطقة الجزاء لمرمى نادي الحدود في محاولة الإبعاد، والحارث يحاول الضغط لكن أقرب لحارس المرمى صقر عجيل. حارس الحدود كرة عالية من صقر عجيل أقرب لدفاعات نادي القاسم. حسين محسن من أمام دينيس أنتوي يطالب بلمسة يد. دينيس أنتوي حكم المباراة يشير باستمرار. عادت الوسط لمصلحة فريق الحدود. محمد فاروق الغاني تغيير اللعب هناك على الطرف الأيمن لمصلحة فريق الحدود. دينيس أنتوي الغاني الآخر مع فريق الحدود لكن تضيع على دينيس أنتوي وتعود لفريق نادي القاسم أقرب للحارث. حاول يغير اللعب الحارث. البحث عن أبو بكر عن سيف رشيد. القوة الضاربة لفريق نادي القاسم وصلت لصقر عجيل حارس المرمى للحدود. صقر محمد فاروق حاول فريق الحدود. هل يتمكن من العودة؟ هل يسجل؟ هل يعدل؟ فريق الحدود عملية المرور بشكل ممتاز من لاعب مرتضى جمال يغير للسروري جهة يسار فريق الحدود. أحمد السروري داخل منطقة الجزاء إبعاد من كرار علي. كرار علي قريب الخط الجانبي لمصلحة فريق الحدود. إليسو سيف للوسط. هذا هو سيف رشيد. هذا هو سيف رشيد يحاول يمر سيف. حكم المباراة يشير للاستمرار عدم وجود التوقف. يعطي مبدأ إتاحة الفرصة لمصلحة فريق نادي القاسم. صراع الوسط لا زال حاضر ما بين لاعبي الحدود ونادي القاسم. فريق الحدود كرة عالية للأمام. محمد فاروق. محمد تقدم للأمام بعيدة عن لاعبي ومهاجمي فريق الحدود أقرب لحارس المرمى علي خالد حارس المرمى لنادي القاسم. هذا هو علي خالد. لحد الآن لم تجرى أي تغييرات على مستوى التشكيل. هذه جماهير نادي القاسم واضح التخوف على هذه الجماهير لأن فريق الحدود بدأ يعود. سجل وقلص الفارق
وجماهير نادي القاسم متخوفة من هذه النتيجة. فارق الهدف ليس بالفارق الكبير، ممكن في أي لحظة عودة الحدود، ممكن في أي لحظة نادي القاسم يسجل وينهي الأمور تماما على فريق نادي الحدود. وبالسلامة لأحمد السروري، إن شاء الله بالسلامة. تغيير أول، هذا حيدر عبد الرحيم. أول تغييرات المدرب أيمن الحكيم مدرب نادي القاسم. أول التغييرات لنادي القاسم حيدر عبد الرحيم سيشترك الآن. من هو المغادر من نادي القاسم؟ من سيترك المباراة؟ كرة عادت سيف، مرت من أمام سيف، عادت لمحمد فاروق. محمد فاروق لاعب الوسط لنادي الحدود، وحكم المباراة تشير استمرار. والهجوم المرتد الآن سيف رشيد يحاول أن ينطلق للأمام، والصراع مستمر من خلال هذا اللقاء في الربع ساعة الأخيرة. ربع ساعة أخيرة، هل ستكون مثيرة للحدود في العودة في قلب الطاولة؟ هل ستكون مثيرة لنادي القاسم إذا ما سجل أهداف أخرى يبتعد من نتيجة المباراة، يحقق النقاط الثمينة على حساب الحدود ويعمق جراح الحدود فريق نادي القاسم؟ حارث إليسو الإيفواري مؤمل جهة اليمين داخل منطقة الجزاء، أقرب لصقر عجيل حارس المرمى لنادي الحدود. صقر عجيل هذا هو محمد فاروق، أدوار ممتازة أداها في هذا اللقاء، أفضل ما قدم من نادي الحدود هو محمد فاروق لاعب الوسط. لاعب الغاني، هجوم الآن لمصلحة فريق نادي القاسم. وبكار عملية تغيير للحارث من اليمين لليسار فريق نادي القاسم، عملية تغيير اللعب. هنا الحارث مر بهذه الطريقة، الحارث يحاول أن يمرر الحارث أقرب لمنطقة الجزاء، سيف للحارث. وبكار فريق نادي القاسم يحاصر مرمى فريق الحدود، والمحاولة لمجتبى محسن داخل منطقة الجزاء وعملية الارتقاء. لا زالت محاولة نادي القاسم قائمة على مرمى الحدود، على مرمى الحدود. وهذا كرار علي، كرار بوبكار، المحاولة مجتبى محسن، كرات يتناقلها لاعبي فريق نادي القاسم. مجتبى يهيئ كرة داخل منطقة الجزاء، عملية الإبعاد محمد فاروق، والبحث عن دينيس أنتوي، عن أحمد السروري مهاجمي فريق نادي الحدود، بعيدة عن السروري وأقرب لحارس المرمى علي خالد، أقرب لحارس المرمى علي خالد. حارس المرمى لنادي القاسم علي خالد، كرة عالية من علي خالد، بعاد من ستيوار مينا. دينيس، محمد فاروق غير اللعب إلى سيف كريم مدافع اليسار، تصطد بإليسو لاعب الإيفواري إلى كريم بوبكار لاعب الغاني. عملية الهجوم الآن لمصلحة فريق نادي القاسم، يحاول بوبكار وضغط على بوبكار، وحكم المباراة والمساعد الأول شاكر خالد يشيرون لاستمرارية اللعب. المحاولة تستمر لمصلحة فريق نادي الحدود، لمصلحة الحدود. كرة عالية تعود من جديد، هذا سيف كريم، سيف قرر الوسط، سيف كريم قريبا لمنطقة الجزاء لمرمى فريق نادي الحدود، وعملية الإبعاد عن طريق علي حسن. حارث نقله بشكل ممتاز عن طريق الحارث للوسط لمصلحة فريق نادي القاسم. فريق نادي القاسم والاعتماد على الأطراف بشكل ممتاز، واستطاع الوصول إلى مرمى الحدود ب3 أهداف عبر الأطراف. حدود دينيس، هل يعيد الحدود إلى التعادل؟ دينيس أنتوي قريب منه سيف كريم، سيف يحاول أن يمرر للأمام، سيف قريبة لعلم الزاوية لمرمى فريق نادي القاسم. وحكم مباراة الدولي سالم عامر يشير إلى وجود ركلة ركنية لصالح نادي الحدود.
الإيفواري إليسو، والإبعاد إلى ركلة ركنية لصالح نادي الحدود. هذا دينيس أنتوي. هناك أيضا تغيير لفريق الحدود. دخول محمد جميل بديل لحسين جبار. محمد جميل يشترك بديل حسين جبار. أول التغييرات لثائر جسام مدرب الحدود. مع التغيير يحاول أن يعدل فريق الحدود الدولي سالم عامر، والحديث مع اللاعب القريب من الخط الجانبي، يعني أكثر من 5 دقائق وحيدر عبد الرحيم لاعب فريق نادي القاسم على الخط لم يغير لغاية الآن، بينما مباشرة غير المدرب ثائر جسام بالنسبة لفريق الحدود بدخول محمد جميل وخروج اللاعب حسين جبار في أول تغيير. عملية الهجوم الآن لنادي القاسم. الحارث يحاول عملية اللف والدوران. عادة الحارث حاتم يقع الكرة عن طريق الوسط. 80 دقيقة يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، ونادي القاسم لا زال يتقدم على نادي الحدود ب3 أهداف مقابل هدفين. كرة لمحمد جميل بأول لمسة بدخول المباراة. هذا هو محمد جميل، عيد الخلف محمد جميل أقرب لدفاعات الحدود، ودينيس أنتوي يحاول الضغط على مدافعي نادي القاسم. عملية الإبعاد من حسين محسن. عادة الوسط بوبكار، سيف رشيد لكريم بوبكار، وهناك خطأ على كريم بوبكار. هذا ستيوار مينا. أعتقد الآن سيتم التغيير لنادي القاسم. لاحظ هنا الإعادة والضغط من بوبكار على ستيوار. بوبكار مع ستيوار، وخطأ للكولومبي مدافع الحدود. ركلة حرة لصالح نادي الحدود. ينفذ الخطأ قريبا من منطقة جزاء نادي القاسم. خطيرة على مرمى نادي القاسم. هل نشهد تعادل؟ هل نشهد هدف رابع؟ هل يبقي نادي القاسم على نتيجة التقدم والذهاب إلى ال3 نقاط على حساب الحدود؟ والخسارة 19 لفريق الحدود من أصل 24 مباراة لفريق الحدود. 19 خسارة وتعادل وحيد، و4 مباريات فاز فيها فريق الحدود. كرة تعود للوسط. هجوم الآن لنادي القاسم، وكرار يخسر هذه الكرة. كرار محمد فاروق حاول يمر. محمد فاروق عملية تغيير اللعب. هجوم الآن لمصلحة فريق نادي الحدود قريبة لمنطقة الجزاء. محاولة تستمر، وعملية الإبعاد إلى خارج الملعب من كرار فالح إلى ركلة ركنية. كرار فالح من أمام دينيس أنتوي. ركنية للحدود. دقائق الأخيرة تغييرين الآن، دفعة واحدة لمصلحة فريق نادي القاسم. حيدر عبد الرحيم ولاعب آخر. من هو القادم؟ هل هو نور الحسين فلاح؟ سيدفع بلاعبين المدرب أيمن الحكيم مدرب فريق نادي القاسم. ركنية على القائم الأيسر. الحدود، هل يجتاز كل الحدود ويعدل داخل منطقة الجزاء؟ هنا الرأسية من ستيوار مينا المتقدم مدافع فريق نادي الحدود. تستمر المحاولة، لا زالت المحاولة قريبة لمنطقة جزاء نادي القاسم اللي يدافع بأكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء للحفاظ على النتيجة وعلى التقدم. إذا رمية جانبية للحدود. نشاهد القرار من حكم المباراة. هذا أبو بكار. عمار داخل، وحيدر عبد الرحيم مع خروج كريم بوبكار. من هو اللاعب الآخر المغادر لنادي القاسم في هذه اللحظات؟ إذن حيدر عبد الرحيم يشترك، وعمار داخل أيضا سيشترك بديلا لسيف رشيد. الأفضل في هذه المباراة سيف رشيد. سجل هدفين وأداء أكثر من رائع لسيف رشيد. لاحظ هذا هو الهدف الثالث والثاني الشخصي لسيف رشيد مهاجم نادي القاسم. رفع رصيده إلى 11 هدف.
إذا سيف رشيد يغادر ودخول عمار داخل. بوبكار وسيف رشيد من غادروا. تغييران لنادي القاسم، دفعة واحدة للمدرب أيمن الحكيم المدرب السوري اللي ناجح وبامتياز مع فريق القاسم خلال هذا الموسم. هو أبقى الفريق. نادي القاسم عانى الموسم الماضي، عانى في المراكز الأخيرة، أعتقد لعب البلاي أوف نادي القاسم وبقي لهذا الموسم، لكن هذا الموسم بشكل مغاير نادي القاسم وقدم مباريات أكثر من رائعة خلال هذا الموسم. بهذه النتيجة يصل إلى المركز السادس بدلاً من ندهوك، لكن ندهوك صقور الجبال عنده 4 مباريات مؤجل بسبب ارتباطه بالبطولة الخليجية ووصوله إلى نهائي بطولة الأندية الخليجية. هو شيء يفرح كل العراقيين وإنجاز تاريخي لنادي توك. محاولة لصالح نادي الحدود اللي يحاول الضغط على مرمى نادي القاسم من أجل التعديل، والمحاولة على التسديد مرت إلى خارج الملعب. محمد جميل لو سجلت لكنت جميل. وتفرح المدرب الواضح أمامنا في الصورة ثائر جسام. الراية موجودة على دينيس أنتوي، التسلل على دينيس أنتوي، كان في موقف تسلل دينيس أنتوي اللاعب الغاني صاحب الهدف الثاني لنادي الحدود في مرمى نادي القاسم. وهنا محمد جميل اللي أخذ الكرة من الأسفل للأعلى رغم وجود حالة تسلل، لكن لم يتعامل محمد جميل مع هذه الكرة بشكل جميل وضاعت على فريق نادي الحدود. جماهير نادي القاسم سعيدة بهذه النتيجة، سعيدة بما يقدم فريق القاسم خلال هذا الموسم، سعيدة بالنتائج. الجماهير راضية كل الرضا على أداء الفريق ونتائج الفريق، رغم أن الفريق يعني تعرض لكبوات في بعض المباريات والخسارة الثقيلة أمام زاخو ب6 أهداف ل2، لكن بقيت هذه الجماهير مساندة مؤازرة. وهنا أوديني جورج يشترك الآن، أوديني جورج بديل للحارث حاتم. أوديني جورج ثالث تغييرات المدرب أيمن الحكيم. أوديني جورج لاعب الوسط، بعض المرات يلعب قلب دفاع، اللاعب النيجيري بديل للحارث حاتم. يغير، يحاول أن يؤمن على نتيجة المدرب أيمن الحكيم، صاحب نزعة دفاعية، لاعب وسط هو لكن في حالة الدفاع يكون جيد. اللاعب أوديني جورج. عملية الهجوم الآن، دينيس حاول التلاعب بلاعبي فريق نادي القاسم، يحاول أن يمرر عن طريق الجانب الأيمن. تستمر المحاولة، نادي الحدود يبحث عن التعادل، على الأقل أن يخرج بنقطة في هذا اللقاء أمام نادي القاسم. 3 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة، عدا الوقت اللي يضيفه حكم اللقاء الدولي سالم عامر. تستمر المحاولة، الصراع يستمر. عمار داخل، أحد بدلاء فريق نادي القاسم قريبا لمنطقة الجزاء، هذا محمد فاروق يحاول أن يهيئ داخل منطقة الجزاء لنادي القاسم بعيد عن دينيس أنتوي إلى خارج أرضية الملعب برمية جانبية لصالح نادي الحدود. تنفذ الرمية الجانبية نادي الحدود. الآن بدأ يدافع فريق نادي القاسم أمام محاولات الحدود، أمام الهجوم الضاغط من قبل لاعبي فريق الحدود على مرمى نادي القاسم. كرة مرت إلى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح نادي القاسم. كرار علي على التنفيذ للرمية الجانبية. تنفذ الرمية الجانبية، إبعاد. كرار فالح، محمد فاروق، دينيس أنتوي، محمد فاروق، نادي الحدود. محاولة مر، أيضا داكوستا يشترك، هداف الحدود خلال هذا الموسم. داكوستا يشترك في هذه الأثناء مع تشكيل فريق نادي الحدود. داكوستا
الهداف لفريق الحدود ب5 أهداف اللاعب الغاني داكوستا، سجل في مرمى القرمة والزوراء ونوروز وزاخو والكهرباء. داكوستا في اللحظات الأخيرة يشترك مع فريق الحدود. مدرب ثائر جسام يغير بإشراك داكوستا. اللاعب الغاني، كرة الوسط لصالح نادي القاسم. حسين محسن، عملية تغيير اللعب. عمار داخل، عمار بينه وبين حسين ضياء، هو اللي يسجل في الشوط الأول وقلص الفارق. الهدف الأول للحدود في هذا اللقاء. كرة عالية للأمام لصالح نادي الحدود. تغييرات المدرب ثائر جاسم، الآن يلعب ب3 في خط الأمام. ثائر جسام في محاولة للعودة للمباراة. هذا سيف كريم جهة اليسار، يمر الأمام سيف كريم. عملية الهجوم داكوستا، اللاعب الغاني يحاول الضغط على لاعبي فريق نادي القاسم. داكوستا هداف الحدود، محاولة أمامية، عادت للوسط. مرتضى جمال عيدة إلى سيف كريم. سيف أحمد سروري، عادت للوسط. إليسو، بعد خاطئ من إليسو، عادت لمرتضى جمال. هي كرة عن طريق الجانب الأيمن. مرتضى، محاولة تستمر وهناك راية اعتقد طالت على سيف حاتم. رمية جانبية لصالح نادي القاسم. تغيير آخر لصالح نادي القاسم، بدأ يغير منتظر عبد الصادق. منتظر عبد الصادق، مجتبى محسن. إذا 5 دقائق سنلعب حتى الدقيقة 95. رابع تغييرات نادي القاسم. منتظر عبد الصادق بديل لمجتبى محسن. 5 دقائق تفصلنا عن النهاية. هل يتمكن من خلال الحدود العودة لأجواء المباراة على الأقل بالتعادل؟ هل يتمكن نادي القاسم من الحفاظ على نتيجة المباراة أو يعزز النتيجة بهدف رابع وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب إذا ما سجل نادي القاسم؟ الذهاب 4-2 ولحد الآن 3-2 لصالح نادي القاسم على حساب الحدود. ذهابا وإيابا تفوق لنادي القاسم على الحدود لغاية الآن. عمار داخل، أوديني جورج. بدلاء فريق نادي القاسم، عمار داخل وأوديني جورج. عادة الوسط، هذا إليسو. حسين محسن لعمار، أوديني جورج النيجيري. عملية الهجوم ضاعت. سيف للأمام، ضغط من قبل دينيس أنتوي. يبدو لي لاعب دينيس أنتوي يشعر بآلام، لاعب ومهاجم نادي الحدود. كرة عن طريق الوسط لصالح نادي الحدود. مرتضى جمال إلى علي. سيف كريم جهة اليسار، يحاول ينقل الكرة الأمام سيف، لكن قصيرة من سيف. أوديني جورج يحاول ينطلق الأمام. أوديني جورج النيجيري، النسر النيجيري. هنا خطأ لصالح نادي الحدود. هذا هو أوديني جورج أو هذا إليسو اللي كان واضح في الصورة. اللاعب الإيفواري، اللاعب العاجي. عادة الوسط لمصلحة فريق نادي الحدود، وجماهير نادي القاسم تستعد للاحتفال. جماهير نادي القاسم تستعد للاحتفال. تبدأ احتفالات جماهير نادي القاسم. اسود صورة للوصول إلى انتصار تاسع وثاني على الحدود ذهابا وإيابا. نلعب في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب، بدأ ضاع. الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدأ ضاع. لاحظ الإعادة والخطأ لصالح نادي الحدود، خطأ للحدود. محمد فاروق،
جماهير النادي القاسم سعيدة كل السعادة على المدرجات في ملعب النجف. ملعب النجف هذه المرة يبتسم لنادي القاسم لغاية الآن. ننتظر الآن نادي الحدود هل يعدل داخل منطقة الجزاء الرأسية خطيرة، وهدف تعادل يضيع. هدف تعادل يضيع على الحدود. هدف تعادل. هذا استوار. ماذا أضعت يا استوار؟ ماذا أضعت يا استوار؟ لحظات أخيرة والحدود كاد أن يعدل عن طريق مينا. الكولومبي يضيع فرصة هدف تعادل لفريق الحدود. ضاعت على الحدود بغرابة عن طريق اللاعب استوار مينا اللاعب الكولومبي أمام تألق دفاعات نادي القاسم والإبعاد إلى ركلة ركنية. ضاعت على الحدود. ضاعت المحاولة على الحدود. هل يستغلها نادي القاسم؟ هل يتمكن نادي القاسم من عملية الهجوم المرتد للوصول إلى هدف رابع وينهي المباراة على الحدود؟ لا زال يهاجم فريق الحدود على مرمى نادي القاسم. هنا خطأ وبطاقة صفراء على سيف حاتم. أو على محمد جميل هو اللي ارتكب الخطأ. بطاقة صفراء على محمد جميل أحد بدلاء الحدود بعد ضياع هذه الفرصة من استوار مينا اللاعب الكولومبي. ضاعت نقطة من فريق الحدود أمام نادي القاسم. ضاعت نقطة للحدود أمام نادي القاسم. ثواني أخيرة من عمر المباراة. بطاقة صفراء لمحمد جميل قد تكون آخر فرصة لفريق الحدود من أجل معادلة النتيجة. هذا محمد فاروق ينقل الكرة لأمام محمد فاروق. المحاولة الأخيرة هل يعدل من خلال الحدود؟ هل يصل إلى هدف تعادل؟ على الأقل الخروج بنقطة. وفي هذه اللحظات أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا حكم اللقاء الدولي سالم عامر يطلق الصافرة النهائية الكاملة للقاء نادي القاسم والحدود لحساب الجولة 24 لدوري نجوم العراق بفوز نادي القاسم ب3 أهداف مقابل هدفين للحدود، ويكرر انتصاره في مباراة الإياب نادي القاسم على حساب الحدود بعدما فاز في الذهاب 4-2. الآن يفوز من خلال هذا اللقاء بنتيجة 3-2 ويصل إلى انتصاره التاسع خلال هذا الموسم فريق نادي القاسم ويصل إلى المركز السادس، بينما فريق الحدود يتعرض للخسارة 19 في دورنا خلال هذا الموسم وهو أكثر فريق تعرضا للخسارة. نقول مبروك لنادي القاسم ولجماهير نادي القاسم هذا الانتصار. نقول هارد لك وحظ أوفر إن شاء الله في المباراة القادمة لنادي الحدود. أحبتي نلقاكم في مواعيد جديدة مباراة قادمة. تقبلوا كل التحيات مني معلق المباراة جمال الدراجي.